السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كده جاي لكم فيديو جديد، فيديو عجبكم جدا جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل كبدة الاسكندراني، حاجة جميلة جدا وحاجة سريعة وحاجة كلنا طبعا اكيد بنحبها، كبار وصغار. اهم حاجة كده ما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم، ما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من انا وبناتي. بحبكم في الله جدا جدا. طبعا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على الطريق على طول. هنا كنت بوريكم بقى التوابل. معانا ملح، ومعانا فلفل اسمر، ومعايا معلقه صغيره من الشطه، ومعايا كمون وكزبره، ومعانا نص كيلو من الكبده، ومعايا طبعا فلفل حار، وفلفل ايه حلو اللي هو الفلفل الرومي، ومعايا 4 فصوص من الثوم وليمونه. تمام. انا اول حاجه هنزل كده طبعا في الجرن بتاعنا. انا عايزه اضربها كده، يعني ادقها كده، اطحنها. انا ما عنديش بصراحه كبه صغيره، فهطحنها في الجرن كده طحنه ايه تبقاش فيها ميه خالص، انا عايزاها خشنه خالص. هتشوفوها معايا طبعا بعد ما اعملها. هنا دقيتهم زي ما شفتوا، الفلفل والتوابل والثوم، ونزلت بالكبده كده. الكبده طبعا متقطعه تقطيع صغير جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، الكبده ما بتتغسلش، ما بنغسلهاش خالص، لان هي فايدتها، الفوائد بتاعتها هي ايه؟ في الدم بتاعها بصراحه، يعني هي عباره عن دم. فكل ما هتغسلي فيها هتلاقيها بتتصفى ولونها بيتغير خالص، ومش هيبقى فيها قيمه غذائيه خالص. فطبعا هي فايدتها في زي ما قلنا في الدم بتاعها. زي ما شفتوا حطيت نص الدقه اللي احنا عملناها على الكبده وقلبتها، والنص التاني هنشتغل بيه ايه؟ على الطاسه على النار. جبت الطاسه كده وحطيت فيها شويه من الزيت اهو. طبعا اول ما تسخن قوي هننزل ايه؟ بالتتبيله اللي احنا عملناها. طبعا حطيت زي ما شفتوا نص التتبيله على الكبده. عايزه اقول لكم بامانه يعني بتبقى جميله جدا بالطريقه دي، جربوها فعلا هتعجبكم. من غير بصل بصراحه، من غير اي حاجه. دي فعلا الكبده الاسكندراني بتتعمل بنفس الطريقه، وبتاعه المحلات والعربيات بيعملوها معظمهم بالطريقه دي. زي ما شفتوا كده اول ما بتسخن نزلت زي ما شفتوا اهو. طبعا عامله نص كيلو. لو انت طبعا هتزودي الكميه هتضعفي كل حاجه، هتزودي التوابل، هتزودي الفلفل، هتزودي الثوم، ويعني هتزودي كل حاجه. حطيت كده زي ما شفتوا، حطيت قرن حار كده سليم. طبعا الكبده معروفه ان بتبقى مشطشطه وحراقه. طبعا انا ما خليتهاش بصراحه حراقه، ولا زي ما انتوا عارفين عندي اطفال صغيره، فطبعا الشطه دي حسب الرغبه زي ما بنقول. اهو بالشكل ده. زي ما شفتوا الطاسه سخنت قوي، رحت نازله. عايزه اقول لكم بقى الريحه هنا بقى مش قادره اقول لكم، التوابل مع الفلفل مع الثوم ريحه فعلا ما شاء الله اللهم بارك. طبعا زي ما قلنا الشتاء ما شاء الله بيحب الاكل وبيحب كل حاجه. بنبقى ساعات عايزين نعمل حاجات سريعه، حاجات ناكلها واحنا قاعدين، فدي اكله يعني بفضلها فعلا لاي حد مبتدي، بنات صغيرين او حتى شباب كمان ما شاء الله ممكن يعملوها في ثانيه وهم واقفين. زي ما شفتوا كده اول ما الطاسه سخنت قوي كده والتوابل بقى طلعت ريحتها وما شاء الله اللهم بارك، نزلنا بالكبده بتاعتنا بالتتبيله عليها. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله يعني جميله جدا. طبعا التقطيع الكبده انا بصراحه يعني جايبها، يعني خليت الجزار قطعها لي زي ما انتم شايفين كده. فطبعا كل واحد على حسب التقطيع اللي بيحب. ممكن تقطعيها زي الشاورما كده شرايح، ممكن تقطعيها زي كده انا مقطعاها، يعني قلت له قطعها تقطيع عصافيري كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هقلبها بقى، بس طبعا ما بنقلبش في الكبده كتير، بنستنى لما تسخن قوي ولونها يغير شويه بنبتدي نقلب فيها، والنار بتبقى عاليه عشان ما تطلعش ميه كتير. وكمان عشان ايه؟ مش عايزينها تبقى يعني كلها اقدام كده وميه، تبقى شاربه ايه من طبعا من كل حاجه، وفي نفس الوقت ناشفه ما فيهاش ولا ميه ولا اي حاجه. وهتشوفوها معايا كانت ناشفه خالص وكانت في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك ريحتها كانت جميله جدا وريحتها حلوه قوي. وزي ما قلت الكبده ما بتتغسلش، حتى اي حد بيعمل كبده في عربيه في محلات مش بيغسلوا الكبده خالص. زي ما قلت فايدتها هي فيها ما بتتغسلش خالص، ولا كبده جملي ولا كبده بلدي ولا اي كبده بتتغسل. احنا بنحط ليمون وبنحط خل بيضيع اي ريحه فيها، وبتبقى في منتهى الجمال. والتوابل والحاجات دي مبقاش لها ريحه خالص، بتبقى في منتهى الجمال. زي ما شفتوا كده انا قلبتها لحد لونها ما اتغير، وطبعا هتنشف خالص. هنزل بقى ايه؟ معايا فلفل اخضر كده زي ما انتم شايفين، قطعه كده شرايح كده. هنزل عليها بقى في الاخر خالص. انا يعني اخر حاجه بنزل عليها هو ايه؟ الفلفل وعصره الليمونه وشويه خل. يعني بنزل بالفلفل كده زي ما شفتوا،
وهنزل بقى ايه بعصرة الليمونة والخل في الاخر خالص عشان ما ايه ما تبقاش فيها ما تطلعش مية خالص. بحط الفلفل في الاخر عشان يبقى بيقطم كده وبيبقى ليه طعم وبيدي ريحة حلوة قوي في الكبدة، وفي نفس الوقت ما بيبقاش مستوي قوي، بيبقى جميل جدا. هعصر طبعا عصرة الليمونة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. دي الليمونة عايزة اقول لكم بصراحة انا بستخدم الليمون في كل انواع الكبد. جميل جدا، ما عدا بصراحة الكبدة الجملي، هو بحطها على الكبد القوانص على الكبدة البلدي، انما الكبدة الجملي بصراحة مش بتحتاج تقليب خالص. وان شاء الله برضو نبقى نعملها مع يعني في فيديو كده معاكم مع بعضينا كده. زي ما شفتوا اهو بحط عصرة الليمون اهي اهو بالشكل ده، وبقلب على طول عشان تشرب كلها كده من الليمون وتبقى ايه ما شاء الله ريحتها كانت جميله. طبعا زي ما قلت كل واحد على قد مقدرته هيعمل، تعملي نص، تعملي ربع، تعملي كيلو، تعملي اي حاجه. انا عملت الصراحه نص كيلو، وحطيت شويه من الخل طبعا مع الليمون. مش قادره اقول لكم بقى مع الكبده بيدي ريحه وبيدي طعم وحاجه يعني في منتهى الجمال فعلا. زي ما انتم شايفين اللهم بارك ناشفه خالص ما فيهاش اي حاجه. نزلت باخر حاجه هو الخل. خلصت كده، وهنيجي بقى نعمل الشندوتشات بتاعتنا بقى. في عيش هتاكليها، في فينو هتاكليها. عايزه اقول لكم بصراحه يعني عيالي اللي هم الصغيرين بيحبوها قوي في الشندوتشات. فبالشكل ده اهو، والله جميله جدا جدا وطريقه سهله وسريعه وما شاء الله اللهم بارك. حاجه يعني ما فيهاش ولا ميه ولا فيها اقدام ولا فيها اي حاجه، ناشفه خالص في منتهى الجمال. بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. والطريقه ديت زي ما قلت بطريقة الكبدة الاسكندراني فعلا يعني حاجة جميلة بصراحة في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم في الله جدا جدا. وطبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من انا وبناتي. وبحبكم في الله جدا جدا، وعايزاكم كده تشيروا الفيديو كده عشان ينتشر وعشان الكل يشوفه ولاصحابكم وحبايبكم. وطبعا عايزين قناة انا وبناتي تكبر بيكم ونبقى مع بعض كده مكملين. واي حد عايز اي حاجه اكتب لنا في التعليقات. طبعا الكبده سندوتشة الكبده من غير مخلل ما ينفعش، لازم مخلل جنبيها كده، يعني حاجه بمنتهى الجمال. جميله جدا ريحتها والله بامانه يعني في منتهى الجمال. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. كان فيديو بسيط، حبيت ان انا اشوفكم وتشوفونا ونكلم بعضينا زي ما احنا متعودين. وبحبكم في الله جدا جدا، اخواتي من جوه مصر وبره مصر. بتمنى لكم النجاح والتوفيق لينا يا رب أجمعين. ويا رب كده أشوفكم من أعلى القنوات وأحسن القنوات. وأي حد دخل جديد عندي بحبه جدا في الله ومشرفني ومنورني في قناتي البسيطة المتواضعة. ويا رب يكون عند حسن ظنكم، وبحبكم في الله جدا جدا. كده كنت خلصت بقى، وما شاء الله دقنا زي ما انتم متعودين معايا. وبحبكم في الله، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة.